في ناس صوتها بيتسمع، وفي ناس صوتها بيتحس، لكن ضيفتي صوتها بيحكي، صوت طالع من القلب بيوصل للقلب، صوت فيه وجدان أم كلثوم ودفى نغمات البيت، بس كمان فيه صدق بنت مننا بدأت الحلم بصوتها وكملته بخطاها. أوقات تسمع صوت مش بس بيغني، ده بينده على الحنين جواك، يرجعك لأيام كنت فاكرها راحت، لكن هي لسه عايشة جواك. صوتها فيه طيبة وفيه دفى وفيه إحساس، كأنك بتسمع وشوش كانت بتنده عليك من شباك قديم وتطبطب عليك بلحن حنون. من المايك للاستوديو، من الغنى للتقديم، ومن الود الجميل لحوار حقيقي. أميرة فراج مش بس فنانة، دي حكاية صوت وشخصية وحضور بيطبطب على الروح. في تاني حلقة من حكايات من الزمن الجميل، أميرة جاية تحكي بصوتها وبقلبها. اسمعوها زي ما بنسمع نغمة جميلة في وسط دوشة الدنيا، واستنوا كل إجابة كأنها رسالة جاية من زمن تاني. هنركب آلة الزمن ونرجع مع أميرة فراج لأجمل حكايات الطفولة، ونسمع منها عن الأماكن واللحظات والأغاني اللي شكلت وجدانها وبتشكل وجداننا لحد النهاردة. اسمعوا الحلقة كاملة بكرة إن شاء الله في بودكاست صوت من الزمن الجميل من سلسلة حكايات من الزمن الجميل على منصة سبوتيفاي. وعيشوا مع أميرة لحظات وذكريات من الزمن الجميل، واسمعوا منها حكايات من الزمن الجميل. ما تستناش حاجات تتعاش، قتلت كل شيء فيا وما بيصحاش، خلصنا خلاص مفيش احساس